الناس اللي في شغلها بتتعامل مع الكلاينتس او كاستمر سيرفيس، او بيبقى في تعامل مباشر بينها وما بين الناس، دايما بيتعرضوا لمواقف محرجة ومواقف محرجة. من المواقف اللي تعرضت لها، في يوم من الأيام كان عندي كلاينت بيعمل ديزاين لحاجات وبياخد حاجات، وظبطنا له الديزاين بتاع الكيتشن والبيدرومز بتاعته والفيلا كلها. فيلا تمام تمام وحلو حلو جميل جميل. المهم كلاينت وهي ماشيه بتسلم عليا وبتحضني وبتبوسني وايه، بتديني حاجه في ايديا، والله ما تكسفيني، انتي تعبتي معايا، انتي يعني كتر خيرك، انتي سويتي، انتي يا فندم. ايه اللي بتقوليه ده؟ ما ينفعش، ما يصحش، مش عارف ايه وكده. يعني ما ينفعش، ده شغلنا وما يصحش وكلام من ده. المهم سابتني ومشيت وانا واقفه متنحه مش عارفه اعمل ايه. انا زون سيكتور مانجر مديرة 6 7 فروع وهيئتي ومنظري، يعني ما ينفعش اللي اتعمل ده يتعامل معايا يعني. المهم هي بعدت عني شوية وكده ومشيت. ببص ايه اللي حاطاه في ايديا، مكرمشالي 100 جنيه. مش عايزه اقول لكم، انا حواجبي دي اترفعت بقت في السما فوق، وبلمت وتنحت. انا اصلا نادرا لما ما بعرفش اتصرف، او نادرا لما بيعجزني موقف واتنح فيه، بس ده كان موقف تتنيح مع اسبهلال مع ضحك هستيري مع عدم تصديق مع حاجات كتير قوي 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 قوي. ولحد دلوقتي كل لما افتكر الموقف ده دمي يتحرق يعني. انا بيتكرمش لي 100 جنيه يا جماعه، 100 جنيه. بقتش عارفه اعمل بيها ايه ولا ايه، ولا اوديها فين، ولا اجيبها منين، ولا اخدها، ولا احطها في جيبي، ولا اعمل فيها ايه. المهم ال 100 جنيه دي فضلت محتفظه بيها، حطها في ظرف في مكتبي. ولفت الايام ولفت الشهور وجالي الكلاينت تاني، وقعدت اتكلم معاها وعادي وكل حاجه، وبظبط لها ديزاين حاجه تانية وكده وبتاع. بس قبل ما تعمل اي حاجه قلت لها حضرتك الظرف ده فيه فلوس وقعت منك لما انت كنت معايا المره اللي فاتت. هي ايه ده؟ لا ما حصلش. قلت لا لا معلش، وقعوا منك وانا شايلهم. شكرا.